موهبة عبد الحق النوري فرضاته بشكل كبير داخل تشكيلة أياكس أمستردام الهولندي، ولكن مباراة فريدر بريمن الودية قلبات حياة اللاعب رأسا على عقب. وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا على القصة كاملة ديال اللاعب السابق اللي العالم كامل كيدعي معاه بالشفاء العاجل. عبد الحق النوري لاعب كرة القدم سابقا، كيفاش بدات المسيرة ديالو الكروية وكيفاش تسالات. تزاد في أبريل سنة 1997 من عائلة مهاجرة مغربية من أصول مدينة طنجة وتطوان. متكونة هاد العائلة من أب وأم، من 3 ديال الدراري و4 ديال البنات. كبر عبد الحق النوري في حي روزنفيلد، وهاد البلاصة معروفة بالجالية المغربية. بدا كيلعب الكرة في سن ديال 7 سنين في الحي اللي ساكن فيه، من بعد ما اكتشفوا فريق أياكس أمستردام الهولندي. عبد الحق دغيا بين ليهم الموهبة الكبيرة في وقت وجيز. النوري كان متميز بالسرعة وبالخفة وبالذكاء الحاد، وكان ليه دور مهم في المنتخب الهولندي لأقل من 17 عام. بدا عالم كرة القدم كيتعرف على عبد الحق النوري عن قرب بعد ما بان ولأول مرة مع الفريق الثاني ديالو أياكس. من بعد ما النوري قنع المدرب الفريق بالموهبة الكبيرة اللي كاينه في رجليه، دخلوا الفريق الأول ولا كيتدرب دوريا مع كبار أياكس وكيلعب مباريات مع الفريق الثاني في نفس الوقت. وفي 21 من سبتمبر سنة 2016 لعب عبد الحق النوري أول مباراة رسمية ليه مع الفريق ديالو في كأس هولندا. دخل كبديل مكان حكيم زياش في الدقيقة 73. وفي يوليو سنة 2017 فريق أياكس كيوجدوا باش يشاركوا في المباريات بريمن الودية. عبد الحق كيلعب ما عليه ما به حتى بدا كيبعد على الكرة شوية بشوية وكيشوف غير في رجليه. وقبل ما يطيح الحكم حبس المباراة باش يخلي الوقت فين يدخل طاقم طبي للأياكس. وبعد ثواني طاقم طبي بدا كتبان تعابير مقلقة في الوجه ديالهم اللي بينات عجز الأطباء عن إنعاش عبد الحق اللي فقد الوعي ديالو. نقلوا عبد الحق النوري بهليكوبتر لمدينة إنسبروك النمساوية قبل ما يعلنوا رسميا أن عبد الحق دخل في غيبوبة اللي استمرت عام كامل قبل ما يفيق شوية من الغيبوبة بلا ما يقدر يتحرك. وهنا عائلة ديال عبد الحق النوري رفعت دعوى قضائية على النادي لأنه ما قدموش الرعاية الصحية بالزربة من اللي طاح. واعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي أنه دفع مبلغ تعويضي لعائلة اللاعب السابق عبد الحق النوري. اللعبة ديال كرة القدم وجميع المشاهير تضامنوا مع الحالة ديال عبد الحق النوري. All the best for you, man. Take care. Keep in touch.
واليوم اكد الوالد ديالو باللي الحاله ديال عبد الحق تحسنات ولا تحسن من اللي كانت قبل، واخا مازال باقي في فراشو ولكن كيتواصل معنا غير بحجبانو وكيبتسم لينا ولله الحمد. رمضان مبارك علينا وعليكم على الأمة الإسلامية جمعاء. اليوم تفاجأت بشي خبر خرج في شي جريدة، وكيتصلوا بي أنا ما شفتوش ولكن كيتصلوا بي الناس بزاف كيسولوني على حالة عبد الحق. يعني داكشي غريب، واحد الكثافة بزاف داخل الوطن وخارج الوطن. الحالة اللي كاينة يعني باش نصح أنا عندي هاد الهضرة اللي قالوا هاد الناس، عبد الحق فاق من غيبوبة هذه تقريبا 5 سنين وزيادة هو فايق من غيبوبة. اللي صرا اللي كاين هو أنه ذهنيا تحسن الحمد لله. يعني الطريقة باش كان كيتجاوب معنا كانت بطيئة في البداية، أما الآن بسرعة الحمد لله. يعني حنا نفضل مع ربي وهذا اللي كاين. أما اللي قال هذا 2.5 عام ولا شنو ولا عاد فاق من الغيبوبة، داكشي كله غير هضرة زايدة. الحقيقة اللي كاينة عبد الحق فاق من الغيبوبة هذه مدة، الله يكثر خيركم. يعني وطلبوا الله تعالى يتقبل الدعاء ديالنا وديالكم في هذا الشهر المبارك، وصالح الاعمال ديالنا وديالكم كذلك، والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، وربي يعافي مبتلانا، امين يا رب العالمين. هذه سنه الحياه والحمد لله على كل حال. ما بقى الانسان ما يبقاش يفتن خوه المسلم، وسيرتو في حال هذه الايام المباركه. وسبحان الله راني صدفه دابا راني في المغرب، جيت نشوف الوالد حي مع الرحيم، والوالد كبير في السن وعيان شويه، الوالده توفات وتتفاجئ انا بهذا الشيء. والله سمحت يعني ما تقدرش، التليفون ما كيحملش، كلشي كيعيط صراحه. يعني ماشي مزيان الفتنه. ونطلب الله تعالى يهدي هذا الانسان اللي كتب هذا الشيء ويصحح ويتعقل من الحاجه. حتى شي واحد من مني الابناء ديالي قال شي حاجه، الحقيقه حنا قلنا تبارك الله عليكم. نتمناو الشفاء العاجل للنجم عبد الحق النوري. غادي تبقى ديما في قلوبنا ودعاءنا ديما معاك. الى عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش دعم القناه باشتراك وتفعيل خاصيه الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه.